بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نبتدئ بعون الله سبحانه وحسن توفيقه بقراءة وتسجيل مناظرة لاهوتية جرت بين الراهب إبراهيم الطبراني من كنيسة المشرق الرسولية الجاثوليقية المقدسة والأمير عبد الرحمن بن عبد الملك الهاشمي في بيت المقدس في سنة 820 ميلادية. في البداية يا أخوتي، إن الدوافع في نشر هذه المناظرة ليس لنشر الطائفية أو الكراهية بين المسيحية والإسلام، بل هو طريق لفتح آفاق جديدة للتقارب والحوار المسيحي الإسلامي ومقارنة الأديان لفهم العقيدة في الدين المسيحي المستقيم وكلمة الله الحق. أن الحوارات اللاهوتية التي جرت بين البطاركة أو رهبان كنيسة المشرق في العراق مع الأديان الأخرى في العصر العباسي أو الأموي تعبر لنا عن مدى اهتمام الكنيسة في توضيح الإيمان المستقيم للكنيسة الرسولية الجامعة عن طريق الحوارات اللاهوتية الدفاعية والمناظرات وإيضاح أهم وأخص العقائد في الدين المسيحي، ومنها الثالوث المقدس والتوحيد، تجسد الكلمة، الفداء، الصليب، القيامة، الكتاب المقدس وغيرها من المواضيع المهمة للخلاص والرد عليها وإيضاحها بنصوص الوحي والأمثال المناسبة لذلك. نبذة قصيرة عن حياة أحد رهبان الذي كان من أتباع كنيسة المشرق الآشورية الرسولية الجاثوليقية المقدسة، الذي ولد في العراق فيما بين النهرين وترك الأرض يعيش بعيدا متغربا في طبرية الشام، وهي بلدة صغيرة قريبة من بنياس، وهي تقع في الشمال من بحيرة طبرية، فدعي بهذا الاسم الطبراني لأنه كان يعيش قريبا من تلك المناطق. واشتهر عنه أنه جادل الأمير عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح الهاشمي صاحب ووالي دمشق وفلسطين على أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد، وقد جرت هذه المجادلة في حضور شخصيات مسيحية ويهودية وإسلامية. وقد انتقل من هذه الحياة هذا الراهب في نفس السنة في عام 820 ميلادية. إن هذا الراهب شاهد حقيقي ليسوع المسيح كلمة الله والفادي وظهور عمل روح القدس في الحكمة والمعرفة، وبفضل عمل الروح القدس في هؤلاء القديسين ما زال إيمان وعقيدة كنيسة المشرق الرسولية الجاثوليقية المقدسة ينبض حيا في ديارنا وكنائسنا ومنازلنا في جميع أنحاء العالم، والمجد لله إلى الأبد آبدين آمين. الفصل الأول، المقدمة كما كتب في المناظرة. ذكروا أن عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح الهاشمي خطرت بباله فكرة في أمر النصارى وكثرتهم وعلمهم وفلسفتهم وطبهم وما لديهم من الأدب وصبرهم على الذل، وكيف ظلوا وطغوا وقاموا على الكفر، إذ يقولون أن الله 3 أقانيم وأن المسيح ابن الله. هكذا يعتقد الإسلام. أتت هذه الفكرة عند هذا الوالي
ولم يزال مفكرا بهذا وأشبهها إلى أن دعا مؤدبها وأخبره بما هجس في خاطره وما هو فيه. فقال له المؤدب: لا تعجب مما أنت فيه، ولكن هو ذا نحن والنصارى واليهود، فإن أحببت أن تبلغ غاية هذا الأمر فنجمع من علمائهم من لهم علم ومعرفة ونناظر فيما سألت عنه. قال له الأمير: وما نصنع باليهود وقد أغزاهم الله ولعنهم واسقط دينهم؟ قال المؤدب: إن الأمر كما تقول وأشار، ولكن نجمع من علمائهم من له علم ومعرفة، فإن زاد النصارى في قولهم كذبوهم لأنهم أعداء بعض لبعض. دعوة الأمير للمختارين. فدعا بطريرك المشرق مار طيماطيوس الأول ومار إيليا أسقف كنيسة المشرق الجاثوليقية المقدسة من العراق مما بين النهرين، وقال لهم: قد خطر ببالي فكرة في دينكم، وأحببت أن أبلغ غايته فيما تقولون أن الله 3 أقانيم وأن المسيح ابن الله. فقالوا له: إن طلبت هذا فلا تدركه إلا بمن يبصر الكتب، أي من يعرف الكتب. فدعا 3 كانوا له، 2 منهم نصرانيان والآخر يهودي قد أسلموا على يده، ودعا يهوديين يبصران الكتب، ودعا طبيبه، وجعل يسألهم عن هذا الأمر، ولكنهم لم يفهموا مراده، وصول الراهب إبراهيم الطبري الذي ولد في العراق. فلما رأى الأمير ذلك منهم تطلع في مجلسه إلى الطريق فأبصر راهبا، فقال له: يا راهب، من أين أنت؟ فقال الراهب: من طبرية الشام أتيت. فلما دخل عليه سلم، فقال الأمير لمن حضر: أترى عنده معرفة بما نحن فيه؟ فقالوا له: امتحن ما عنده، إن يكن عنده شيء، وإلا فأخلي سبيله. فسأله الأمير: من أنت ومن أين ومن وإلى من وكيف وماذا وأين وأنت؟ أجاب الراهب: أنا عبد الله من آل آدم من أهل قحطان من طبرية الشام، قد أتيت، ومأواي الأكواخ معدن العلم والأخبار، وإني لضعيف العمل. أقبلت داعيا إلى الله حاجة إلى بيت المقدس راجوا المغفرة والثواب، وأنا هذه الساعة في قصر المنيف ومجلس نظيف أمام ملك شريف كالقمر المنير، فحياه الله من أمير وقربه من السرور وابعده عن الشرور. فضحك الأمير وقال له: ينبغي لك يا راهب أن تبين لي أمر الدين ليزول الشك من قلوبنا. أجابه الراهب: ما لي في ذلك حمد، ولا لي في قلة معرفته معذرة. سأله الأمير: فأي الأديان أخير وأفضل، وأي الأمم على الله أكرم؟ قال الراهب: جعلت فداك إن لكل مقام مقالا ولكل كلام جوابا، وهذا مقام ليس لمثلي فيه مقال ولا لكلامي جواب، لأني أرى بحضرة الأمير ومعهم عصبة لا شك فيها أنهم يعلمون سألت عنهم فأكتفي بهم، أي أنه يقول: اطرح سؤالك على البطريرك والإسقف. قال له الأمير: لا، ولكنني أجعل لك في المقام مقالا، وأأذن لك بالكلام، وأمرك بالجواب، وأعطيك الأمان، وأعلم أني في موضع الفضل والكرامة والاحتمال، وباحث عن البيان. قال الراهب: تذكرت أكرمك الله دون ما يعرف لكم جميع أهل البيت من الفخر والشرف، ذلك أن الله قد جعلكم قواعد الإسلام نوره ظلمته وقمر عزه وسيف سلطانه وزهر فخره وبهاء شرفه وعلم يمينه وأمان رعيته وفردوس ثماره وعماد فرائضه وقوم
سننه وأهل الفضيلة وهو قادر على إتمامه ودوامه. وقال راهب أيضا: أما ما سألت عن الدين فإن الدين الفاضل عند الله هو الدين الذي اختاره لعزته وأفرح به ملائكته وأرضى به لعباده وخص به أولياءه وأهل طاعته وبشرت به أنبياءه وختمت عليه رسله، ذخرته في خزائنها الطاهرة وأصفياءها، وقاد إليه الشعوب والأمم بلا سيف ولا قهر ولا باطل، وطهر فرائضه من الدنس وزينها بالمحاسن كلها، وجعلها علما وأمانا وهدى ونورا للعباد في كل البلاد. والأمة الفاضلة هم الذين يداومون الصيام ويقيمون الصلاة ويكثرون الصدقات ويتلون آيات الحق بالليل والنهار، باذلون أنفسهم وأموالهم من احتمل الضيم الشديد وسفك دماءهم في أنواع العذاب المختلف طاعة لسيدهم وحبا لإلههم. فهذا هو الدين الفاضل أو الحق عند الله. فقال له الأمير: فإذا قد عرفت أن هذا هو الدين الحق فما بك مقيم على غيره؟ فقال له الراهب: ما أنا مقيم على غيره، بل إني به متمسك وله حافظ وعليه مقيم، لأني فيه زرعت وطلع نباتي وفيه ظهرت ثماري وفنيت أيام حياتي ومعادي إلى التراب ومنه أبعث إلى خالقي حيا. سأله الأمير: فأي الأديان والأمم قصدت؟ قال الراهب: قصدت دين المسيح وأمة النصارى. قال له الأمير: أبطلت ونسبت المسيح إلى الشرك. ما كان المسيح يهوديا ولا نصرانيا، ولكنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ونسبت نفسك إليه وأنت منه بعيد وهو منك بريء، ذلك أنك تعبده دون الله وهو مخلوق من المخلوقات، نبي الله وعبد خاضع أيده الله بكلمته وروحه، آية للناس ورحمة لهم. قال له الراهب: أيها الأمير، المسيح أمرنا له الجواب: أتيت كالنار في الحطب، يريد عقلا دقيقا ورأيا رشيدا، يؤمن بالوقوف يوم القيامة، ففرغ نفسك إذا أردت البيان. لذلك الراهب يسأل من الخليفة أو من الوالي أن يكون أكثر انضباطا، أن يترك الغضب ويتكلم بعقلانية. وقال الأمير: ولا قد أخطأت فيما وصفته، وما هذه الصفة لكم ولا لدينكم، ولكنها صفة الإسلام، دين الحق الذي قال: وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي صفة محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وهي صفة الأمة المرحومة المحبة لنبيها وأهل البيت البارة الطاهرة من كل دنس. وتعرف ذلك من أمة المؤمنين إن الله أعزه ونصره من الوجوه كلها، وآمن ليل ونهاره، وعهد القرآن الذي أنزله نورا وهدى، وبينه لأصحاب رسول الله الذي لا يؤمنون بكذب، المظهرين شهادة أن الله لا إله إلا هو وأن محمد عبده ورسوله. فماذا تقول يا راهب؟ قال الراهب: صدق الأمير، ولكن قد قيل أن من انطلق إلى قاضي بعين دامعة. قال الراهب: ولكن قد قيل أن من انطلق إلى قاضي بعين دامعة يبكي ويستغيث به، فرحمه القاضي وقضى له بغير تحقيق. فإذا اجتمع الخصمان جميعا فافتضح مدعي الباطل وصار بكاؤه آف عليه، فليس من الكلام شيء إلا وله جواب، ومن أهل الكلام لا ينبغي أن يجاوبوا، أولئك هم الأخير، أهل العقل والفهم والحلم والتقوى.
فأولئك لا يجاوبون بل يستمع لهم ويقبل منهم. ومن أهل الكلام من ينبغي أن يجاوبوا ويناظروا أشد مناظرة، أولئك أهل العقل والفضل والاحتمال والعدل والإنصاف. ومن أهل الكلام من ينبغي أن يهابوا ولا يجاوبوا إكراما لهم وإجلالا واتقاء منهم، أولئك هم أهل الملك والسلطة والعزة، وأهل العجل والضجر وقلة الصبر والاحتمال. ومن أهل الكلام من لا ينبغي أن يجاوبوا أصلا بل يحقرون ويرذلون، أولئك أهل الضلال والكفر والجهل والغش وأهل المعصية واللعنة. والأمير قد برأ من الخصال الأربعة، فاختر لنفسك من أي أهل الثلاث خصال تحب أن تكون فأجيبك على قدر ذلك. قال الأمير: ما أحسن كلامك يا راهب، وما أجل فعالك، فإنك تتكلم بكلام العقل وأنت من معرفة الله من أهل الجهل، فدع المزاح ومناقلة الصبيان واتق الله الذي تصير، وأسلم على يديه حتى أجعلك أرفع المنازل في الدولة. فسكت الراهب ولم يرد عليه جوابا. قال له الأمير: ما لي أراك صامتا، هل عجزت عن الكلام ورد الجواب؟ تعجب الراهب من مطالبته بحرية التعبير. قال الراهب: لم أعجز عن الكلام لأن مرجي واسع وعشبه كثير وسبلي سهلة وفرسي جواد، لا تخاف من عثرة ولا نكبة، وإنني لمعرفة الله في رواضها وهداها ونورها أوفر غير عسير. ولكنني عجبت من قول الأمير يجعلني من أهل الجهل ويجعل الكلام بيننا مزاحا كمناقلة الصبيان، وكيف لا يكون ذلك وأنا واقف أمام ليث ضاري تتخوف منه العجول؟ أما تعلم أيها الأمير أن الليث إذا ظهر على مواشي في مرج تتشتت وتظل الخراف عن الطريق؟ قال الأمير: صدقت يا راهب فيما ذكرت من أمر الليث والمواشي، وهو كذلك لا محالة، غير أنني رأينا من الليوثة ما يظفر بفريسته ولا يبدو منها شيء تكرهه، إما اتقاء من الله فيحرج، وإما حياء من الناس. والآن فاعلم أيها الراهب وأيقن أن هذا الليث الذي تحذر جانبه وتتخوف من صولته قد أوسع المراش لهذه المواشي التي ذكرت بالاحتمال، وسهل لها السبيل بالعدل والإنصاف. واتق الله ولا تكن من الذين ختم الله على أسماعهم وأبصارهم فهم لا يصدقون ولا يؤمنون. قال الراهب: أيها الأمير، الذين ختم الله على قلوبهم وأبصارهم اليهود والأعراب أيضا، الذين يشهد عليهم كتابكم ويبرئهم من الإيمان، فأنا لا لهؤلاء ولا لأولئك، بل أنا من عبيد المسيح وأصحابهم. لكن أيها الأمير، ما لي فيما دعوتني إليه حاجة ولا رغبة، لأني لا أرى فيه غبطة ولا كراهية، ولولا كراهية الغضب لقلت أن الله يعلم خلاف كل ما قد ذكرته، فأخلي سبيلي جعلت لك فداء. الراهب يطلب عدم مناظرة الخليفة لأسباب الغضب، لأنه يعلم أن المسلمين حينما ترد على أجوبتهم يبدأ عندهم الغضب والانتقام والشتائم. فقال الأمير له: ما أعجب أمرك أيها الراهب، ترشقني بالسهام المسمومة وتقول لي بعد هذا أخلي سبيلي؟ كذبت الله الذي بعث محمد بالحق، لا تبرح حتى تسلم طائعا أم كارها. هذه هي الأخلاق الإسلام، طائعا أم كارها، أو تجيبني عن قولي وقولكم في المسيح، وجميع ما وصفت به دين ومدحت به دينكم بابا بابا وحرفا حرفا، فلا تطمع في نفسك في غير هذا. قال الراهب:
أما الإسلام فلو قطعتني عضوا عضوا لما كفرت بالمسيح أبدا. أما أمر الأقانيم والمسيح فاسألني عما بدا لك فأوتيك منه بنور يطفئ كل مصباح. أما الذي سألتني عنه من أمر دينك وأمر أمة نبيك فإنها يتقي ذكر ذلك من صغاركم لإجلال الملك والعز، فاعفني من هذا الأمر. قال الأمير: صدقت يا رائب، من كان على غير دين الحق ولم يتركه فهو ظالم لنفسه، ومن كان على رغبة في المال والعز والدنيا أو فزعا من الموت فإنه شقي في الدارين، أي في هذا العالم والعالم الثاني. ومن كتم دينه فإنه هالك. فأما إسلامك فلا حاجة لي به، أما الأقانيم والمسيح فلا بد أن تأتيني بتصحيح ما تقولون. أما قولك فإنه يتقى من صغارنا فإنه كذلك، ولكن ليس عندكم بائس ولا مكروه. قال الراهب: الحكماء يقولون احذر من مخالطة الملوك، فإن ابتليت وأردت السلام منهم فغض طرفك من محاربتهم، وأقصر لسانك عن مجاوبتهم، وصم أذنيك عن حديثهم، واكتم في المجالس سرهم، واتبع بالتلطف هواهم، وتأمن غضبهم، فإنهم ليس بينهم وبين أحد قرابة، فاعفني من هذا الأمر. الراهب يرفض مجاوبة الملك بسبب الغضب والثأر بعد مجاوبته. وإلى هنا تأتي نهاية الحلقة الأولى من مناظرة الراهب الطبري إبراهيم الطبري مع الأمير عبد الرحمن عبد الملك الهاشمي في بيت المقدس. صلوا من أجلي، أنا أخوكم الراهب أوغين المشرقي من كنيسة المشرق. الرب يكون مع جميعكم ويفتح قلوب الذين لم يعرفوه وينير طرقهم. آمين.